في بداية الفيلم نرى بعض الأشخاص يستمتعون على الشاطئ، ونرى أيضا صبي يدعى دوغ الذي يأتي كل عام من مدينته مع والديه للعمل في حانة الشاطئ وأيضا للاحتفال بالعطلة الصيفية. وبعدما يصلوا إلى منزلهم الذي يطل على البحيرة ويخرجوا أغراضهم، يتركهم دوغ ويذهب ليقابل زميله في العمل الذي يخبره أن هناك الكثير من الفتيات في هذه العطلة وأنه بإمكانهم الاستمتاع كثيرا. وبعد ذلك يذهبون إلى مكان عملهما في الحانة، وبعد انتهاء دوغ من عمله يذهب إلى منزله لكنه لا يجد أحد في المنزل، ثم يذهب إلى غرفته وعندما ينظر من النافذة يرى زوجين من النخبة جاء إلى هناك أسماؤهم إليت ولينا. ومن أول نظرة ينجذب دوغ إلى لينا الفتاة الجميلة الشقراء، لذا يراقبها ولا يستطيع أن يبعد نظره عنها، لكنها سرعان ما تدخل إلى منزلها برفقة زوجها. لكن دوغ لا يزال يحاول النظر إلى لينا من نافذة غرفته، وعندما تنظر هي إليه يشعر بالخوف ويبتعد عن النافذة حتى لا تستطيع لينا رؤيته. بعد ذلك يأخذ دوغ دراجته ليذهب لرؤيتها، وبينما يتظاهر بأنه يصلح الدراجة يرى لينا تنحني لتزيل الغبار عن حذائها، ثم يذهب دوغ إلى صديقه ويتحدثون مرة أخرى عن الفتيات. وعندما يعود دوغ إلى منزله يجد والده عند الجيران الجدد حيث يدعوه للتعارف عليهما. وبعدما يعرف إليت من والد دوغ أن دوغ لديه الخبرة في العمل على القوارب، يطلب إليت من دوغ أن يعمل معه على قاربه. وبعد أن يتفقا يذهب دوغ في اليوم التالي إلى قارب إليت، وهناك يرى لينا تخرج للسباحة ثم تذهب إلى الحمام حيث تخلع ملابسها للاستحمام. وبعد ذلك يأتي إليت ويسأل دوغ عن حالة القارب، فيخبره دوغ أن القارب قد تعرض لبعض الأضرار، ثم يقول له إليت إنه سيغادر لبضعة أيام. وفي وقت لاحق من الليل ينظر دوغ إلى منزل إليت حيث تنفعل لينا في غرفتها عندما يدخل زوجها ويبدأ في فرض نفسه عليها، مما يجعل دوغ أن يبتعد. وفي اليوم التالي يمر إليت بسيارته أمام البحيرة، لكن بعد ذلك يأتي حارس الأمن ويطلب منه رؤية بطاقة هويته، فيظهر له إليت بطاقته. ثم يأتي دوغ ويقول إن هذا الحارس صارم بعض الشيء، فيخبره إليت إنه يحب ذلك. وبعد أن يذهبا إلى القارب يسأل دوغ إليت كيف حصل على الشهرة، فيقول له إليت إن كل ذلك هو نتيجة لاجتهاده وعمله الجاد. وعندما يذهب دوغ إلى منزله يراقب لينا من نافذة غرفة نومه أثناء خروجها من منزلها، وبعد فترة قصيرة يسمع دوغ صرخات لينا، لذا يجري نحوها حيث يرى لينا واقفة خارج سيارتها خائفة بعدما رأت عنكبوتا داخل السيارة، لذا يأخذ دوغ العنكبوت من السيارة ويدوسه حتى الموت، ثم يقوم بإصلاح سيارتها بينما تقترب لينا منه كثيرا مما يجعله يشعر بالتوتر والارتباك. لذا يخبر دوغ صديقه بذلك، فينصحه صديقه بالابتعاد عنها لأنه يعتبر إليت شخصا خطيرا. وعندما يعود دوغ إلى المنزل يرى لينا جالسة في الخارج، وعندما يذهب إليها تخبره أنها فقدت مفتاح منزلها وأنها في حاجة لمساعدته، ثم تطلب منه ألا يخبر أحدا عن ذلك لأن زوجها طلب منها أن تعتني بنفسها. ثم فجأة يبدأ المطر في الهطول، فتطلب لينا منه أن يكسر النافذة بحجر حتى يتمكن من الدخول وفتح الباب من الداخل. وبعدما يتمكن الاثنان من الدخول تدعوه لينا لتناول مشروب معها، ثم يبدأان في الحديث بينما تكتشف لينا أن دوغ مصاب، فتبدأ في تنظيف جرحه وتقول له بصوت هادئ إنه سيكون بخير، لذا يقبلها دوغ. وعندما يستيقظان معا في اليوم التالي تخبره لينا إنه كان بارعا جدا في الليلة السابقة، ثم تسأله إذا كان قد ارتبط بأي فتاة من قبل، فيبتسم دوغ ويخبرها أنه في علاقة للمرة الثالثة. وبعد فترة يعود دوغ إلى منزله مبتسما وهو يشعر بالسعادة متذكرا الوقت الذي قضاه مع لينا. وفي يوم من الأيام أثناء عمل دوغ على القارب تذهب لينا إليه وتخبره أن إليت أرسلها لمراقبته أثناء عمله، ثم يدخلان القارب حيث تطلب منه لينا سحب الستائر، ثم تبدأ في مغازلته ثم تخلع ملابسها. وفي اليوم التالي أثناء سير دوغ بدراجته يلاحظ أن إليت قد توقف بسيارته ودخل متجر ما، لذا يقف دوغ أيضا ويدخل تلك المتجر حيث يتضح أن لينا في الداخل، لذا يأخذها دوغ ويخرج من الباب الخلفي للمتجر. وعندما يروه قادما يتوقف عن فعلتهم ثم تقبل لينا دوغ وترحل. وبعد عدة أيام يغادر إليت المدينة لرحلة عمل، فيستغل دوغ هذه الفرصة ويذهب لمنزل لينا حيث يستمتعا معا لبضعة أيام.
وبعد لقائهم تعطي لينا هاتفا لدوغ وتخبره أن هذا الهاتف سيساعدهم على التواصل. وبعد ذلك يركض دوغ إلى المطبخ حيث تتبعه لينا، لكن لسوء حظهما يراهما البستاني من خارج النافذة. وبعدما يرجع إليت من رحلة عمله يذهب دوغ خائفا للقارب حيث تكون لينا هناك برفقة إليت، ثم تطلب منه أن يفك الحبل عن القارب ويضعه في الماء ليتأكد من صلاحيته للإبحار. وبعد ذلك يسأله إليت إذا كان لديه صديقة، فيجيبه دوغ بأنه لديه صديقة. وفجأة يتوقف محرك القارب، وعندما يذهب إليت ليفحص المحرك تخبر لينا دوغ أنها تفكر في الطلاق من إليت. ثم يأتي إليت ويطلب من دوغ إصلاح القارب. وفي تلك الليلة تتصل لينا بدوغ وهي تبكي بينما تخبره أن إليت قد ضربها بشدة وأنه الآن في عمله خارج المنزل، لذا يذهب إليها مباشرة ويخبرها أنه يجب عليها إبلاغ الشرطة، لكن لينا توقفه ثم يعود كل منهما إلى منزله. وفي صباح اليوم التالي يتلقى دوغ مكالمة هاتفية من لينا بينما تتشمس على ضفاف البحيرة حيث تدعوه لقضاء بعض الوقت معها. وعندما يذهب إليها تخبره لينا أنها تشعر معه بالحرية. وعندما يعود دوغ إلى منزله يكتشف أن إليت قد عاد. وبعد فترة قصيرة يتلقى دوغ مكالمة هاتفية من لينا، وعندما يذهب إلى غرفته ليتحدث مع لينا من هاتفه يجدها تنتظره هناك، حيث تطلب منه أن يذهب معها على الفور لأنها بحاجة إلى مساعدته. لذا يذهب معها إلى منزلها حيث يعلم أن لينا وإليت قد تشاجرا وأنها قامت بضرب إليت على رأسه لتنجو بنفسها، مما أدى إلى وفاته في الحال. لذا تطلب من دوغ مساعدتها لأنها لا تريد أن تتورط في أي مشكلة، فيطمئنها دوغ ويقول لها أنهم سيجدون مخرجاً وعليهم التصرف بشكل طبيعي كما أنه شيء لن يحدث. وبعد ذلك يذهب دوغ لعمله في الحانة، وعندما يعود إلى منزله يجد لينا جالسة مع والديه بينما يتحدثون مع بعضهم البعض. وعندما يراها دوغ يهرع إلى غرفته غاضباً من تلك الزيارة، لذا في تلك الليلة يزورها دوغ في منزلها ويسألها عن سبب زيارتها لوالديه، فتعتذر له لينا وتخبره إنها لم تستطع البقاء في المنزل بمفردها، لذا ذهبت لزيارتهما. وبعدما يتناقشا كثيراً عن مشكلة إليت يصل دوغ لخطة جديدة ويخبر لينا أن تقول إنها وإليت قد تشاجرا، وبعد ذلك غادر إليت. وبعد ذلك يأخذ دوغ جثة إليت ويتوجه إلى قاربه، لكن قبل أن يتمكن من المغادرة يراه حارس الأمن هناك، لكن دوغ يتصرف وكأنه إليت ثم يغادر بالقارب. وفي صباح اليوم التالي تبدأ الشرطة في التحرك بينما يعتقدون أن كل ما حدث لإليت كان حادثاً، لذا تذهب الشرطة إلى منزل لينا لاستجوابها. وفي تلك الوقت يقوم دوغ بضرب إليت على رأسه بعارضة أثناء وجودهما على القارب، ثم يضرم النار في القارب مستخدماً الكحول والسجائر مما يجعله يبدو كحادث. ثم يستأنف دوغ حياته الطبيعية ويواصل عمله في الحانة حيث يصب المشروبات لبعض رجال الشرطة الذين يتحدثون عن نفس الحادث. بعد ذلك نرى امرأة تقود سيارتها أثناء قدومها إلى المدينة للقاء الشرطة، وهناك يتضح أنها مفوضة من شركة تأمين، عندما تخبر الشرطة بأن حادثة إليت تؤخذ على محمل الجد لأن إليت لديه تأمين على الحياة وأن تكلفته ضخمة وأن هذه الأموال ستعطى إلى لينا، ولهذا السبب تهتم شركة التأمين بالتحقيق في جميع جوانب هذه القضية لمعرفة ما حدث في الحادث. ثم تستدعي هذه المرأة لينا لاستجوابها إذا كانت على علاقة مع شخص آخر، لكن لينا تقول لها إنها ليست على علاقة مع أي شخص آخر، لذا تشعر لينا بالانزعاج من أسئلة المرأة ثم تغادر. وبينما تواصل الشرطة تحقيقها وتستجوب الحارس الذي رأى دوغ في الليلة السابقة، فيخبرهم الحارس أن الشخص الذي رآه الليلة الماضية قد يكون شخصاً آخر غير إليت. بعد ذلك يذهب فريق من شركة التأمين إلى منزل لينا ويتفقد مسرح الجريمة ليجمع بعض الأدلة، حيث يجد النافذة المكسورة التي كسرها دوغ لمساعدة لينا. ثم يذهب نفس الفريق إلى منزل دوغ ويسأل والديه عن اليوم الذي زارتهم فيه لينا، فيكشف والد دوغ أن لينا جاءت لزيارة دوغ. وعندما يسمع دوغ كل هذا يشعر بالذعر والقلق، ثم يتصل بلينا لكنه يقطع الاتصال عندما يرى والديه قادمين تجاه السيارة.
بعد ذلك يذهب دوغ برفقة والديه إلى مركز الشرطة، حيث يطرح المحقق عليه بعض الأسئلة ويحاول استخراج الحقيقة منه، لكن والدة دوغ تخبرهم بأنها لن تدع دوغ يقع في هذه القضية. وفي صباح اليوم التالي يتلقى دوغ رسالة من لينا تخبره فيها إنها تريد مقابلته في القارب القديم، ففي الحال يذهب دوغ إلى هناك، حيث تخبره لينا أنه سيتعين عليهما الابتعاد عن بعضهما البعض لبضعة أيام ثم تغادر. وعندما يعود دوغ إلى منزله يجد فريق التأمين في انتظاره، حيث يخبروه أنهم في حاجة إلى بصمات أصابعه ولعابه أيضاً، ثم يضعون دوغ في سيارة الشرطة، حيث يبدأ المحقق في استجوابه مرة أخرى، لكن دوغ لا يخبره بشيء. بعد ذلك يخبر دوغ صديقه ووالديه عن الحادثة بأكملها، وفي هذه الأثناء تجد الشرطة تطابقاً مع عينة ألدام التي أعطاها الفريق لهم، لذا يحاول دوغ يائساً إثبات براءته فيهرب من هناك بدراجته ويذهب إلى القارب القديم، حيث تكون لينا في انتظاره. وبمجرد وصوله إلى هناك تمزق لينا ملابسها وتتظاهر بأنها تبكي طلباً للمساعدة. وفي تلك اللحظة تصل الشرطة، بينما تتظاهر لينا بأن دوغ كان يحاول اغتصابها، لذا تعتقله الشرطة، فيخبرهم دوغ أنه بريء وأنه يريد أن يفعل شيئاً لتبرئة نفسه من التهم الموجهة إليه، لذا يسمح المحقق له بالذهاب لالتقاط نموذج لهاتف لينا، لكن بمجرد أن يحصل على الهاتف تظهر لينا وكذلك وكيلة شركة التأمين، فيخبر دوغ المرأة أن هاتف لينا يحتوي على دليل براءته، وبعد ذلك تخرج كلتا المرأتين، ثم يلاحظ دوغ ساق الوكيلة التي تحمل نفس الوشم الموجود على ساق لينا، وعندما يبدأ دوغ في ربط الأحداث ببعضها يكتشف أنه كان ضحية في تلك اللعبة الكبيرة، لكن بدافع الحب تقرر لينا أن تترك هاتفها الذي يعتبر دليلاً على براءة دوغ، ثم تأخذ المرأتان أموال التأمين وتغادران. وهنا ينتهي الفيلم، لذا لا تنسى أن تخبرنا برأيك في التعليقات، وإذا أعجبك الملخص اضغط على زر الإعجاب، وأيضاً لا تنسى الاشتراك في قناتنا ليصلك كل جديد.